كالن شنكاضي كالن موجاري كالن انت رياضين تكنن انت هوسا. والقصه دي طبعا ما كنا عارفين انه انا في لحظه من اللحظات انا يعني اصلا جيت من مدني يعني ليتر اون بسبب ظروف ثانيه كنت في حفاية الملوك وعشت فيها مع ناس وبديت معهم حياه جديده واصدقاء يعني فهم ما قادرين يفهموا اللينك دي جايه من وين. مدني حقيقه لغايه الثانويه العامه انا عشت فيها لكن كانت كافيه جدا في انها ترسم لي خطوط مستقبل حياتي يعني لقدام. وطبعا ابائنا والدتي انا اصلا مولوده في مدني لكن ابوي زيه زي المهاجرين الثانيين الشايقيه بيقوموا بيمشوا مره المبيض ويمشي مره كسل وسنار وكده فهو رمت له مقادير في مدني فيبدو انه ده حاجه لمصلحتنا يعني لانه انا ما كنت متخيل انه المكان يعني وبعدين لما نقول مدني انا ما بقصد مدني كمدينه انا بقصد مدني وبقصد حصاحيصه وبقصد ابحراز وبقصد حله حسن يعني الجزيره بمجملها الجزيره دي حاجه يعني مجتمع غريب جدا مجتمع من ديمقراطي بكل المقاييس فيه الناس جايين من الشمال فيه الناس جايين من غرب السودان فيه الناس اللي بيجوا من غرب افريقيا وناس جايين من وين لانه بتربطهم مصالح زي امريكا يعني. رؤيتي للنشاط الإنساني في مدني من المستوى العالي اللي هم لو في فنانين تشكيليين كثيرين جدا في غنائيين كثيرين جدا في شعراء كثيرين جدا جدا. النشاطات دي بتحصل في مدني لأنها كانت مستقرة اقتصاديا وأي حتة فيها استقرار اقتصادي الفن بينمو فيها لأنه مسألة الرغيف والملاح اتحسمت. أول ما يتحسم أمر الجوع وكده الإنسان بيشتغل الفن المرفه بعد كده بيهتم بالخط ويهتم بالرسم ويهتم بكده. فيبدو لي إنه كان طبعا مشروع الجزيرة قبل ما يدمروها العالم ده كان بيغذي المدينة ويغذي ضواحيها وكده يعني الناس ما كان عندهم حاجة اسمها سعودية ولا مش أي حتة فكانوا قاعدين مستقرين. فنحن عشنا في الزمن ده في زمن الاستقرار ده اللي هو مسألة انك تاكل رغيف وكده ويكون عندك بيت ما مشكلة. الحاجة الثانية الثقافة المتنوعة يعني احنا صغار كان بيكون في ويخليهم درمان عندها بنفس الصفة دي يعني لكن بدنا كانت أغنى ماليا يعني كان بيكون في زفة بتاعت الفور بتاعت الطهور جنبها طوالي في عرس بتاع محس وبعد شوية بيكون في مناسبة تانية للناس من كسلة بعدين كان بيكون في صرع النوبة. فأنت بيسكلي بتشوف السودان يعني بالريتشوالز حقته كلها within the week يعني والناس في يعني صرع النوبة ده أي زول بيجي يتفرج فيه يعني عرس مثلا الجعليين بيجوا الناس كلهم يحضروه. بعدين كان فيها مدن عماليه يعني مثلا مدن ضخمه جدا زي 114 دي بيكونوا الناس من كل قبائل السودان كل واحد ساكن جنب الثاني لكن يتفقوا مثلا انه القراصه مثلا بتاعت الشاقيه ده الغذاء الرئيسي لهم كلهم عجبهم يعني وكونفينينت وكده يقوموا يتفقوا انه مثلا يعملوا كده وبعدين بيلعبوا كوره سوا بعدين بيصلوا مثلا سوا. المسائل دي انا كنت بتخيل انها وبعدين بعد ذاك الشخصيات الطريفه يعني الناس في الاسواق المستهبلين اللي بيسمون هنا في امريكا الحصلرز ديل كتار جدا الناس اللي بيعيشوا على هامش الغنى ده لكن ما عندهم كريدنشيالز بيقوموا بيطلعوا مستهبلين وكده ولطيفين جدا يعني عندنا واحد اسمه موسى ثعلب انا بسال منه قبل كم يوم ففي زول لقاه قاعد في عرس حي يرزق وصوروا لي ده كان بيبيع الريحه المغشوشه بعد بيجيب بودره كده ما بعرف بيجيبها من صفراء بعدين بيكبها في الفتيل وبخرجها كده بيبقى شكلها ريحه بعدين بيجيب ريحه قويه جدا كافين ولا بتاع بيقوم بيدعكها في خشم الفتيل من فوق. بعدين انا حبوبتي طبعا اشتريت منه كثير جدا فالحاج لما تجي ضحاياه
بيقوم بيشيل الفتيل ده بغز لا في نخرته، شمي تقوم تقول له والله ريحه سمحه خلاص. يقوم يربط لها الفتيل، تمشي البيت تكب بقى تلقاها مويه زرقاء. فمن قصصه طبعا انا بتذكر حاجه جميله جدا. عندنا مره جارتنا عندها ولد ضابط في الجيش وواحد ضابط في البوليس، قام غشاه، اشترت الريحه جات البيت مبسوطه جدا الصاروخ دي، وبعدين باسعار زهيده يعني. هم ذاتهم كمان دنيين جدا يعني. يعني طالما انه لقيت ب 10 قروش وهي سعرها لسه جنيهين، يعني دناوه كده قمت تشتريها وما بتكتشف انه وهو بغير شيفتنج الحته حقته يوم جنب دار الرياضه، ما عنده دكان ثابت. فالمره دي عرفته لك، جات البيت كبت الريحه المويه دي، شمتها لقيت المويه ساكت، قامت ساقت ولدين الاثنين لابسين رسمي. والله اتذكر القصه دي، واحد ضابط بوليس وواحد ضابط جيش. مشت وقفت قدامه قالت لها: هيا موسى الثعلب، الزول ده دفعت له ريال اداني الريحه المغشوشه دي. فقام دخل تحت البيرش كده، طلع لها قال لها: حاجه دي 10 قروش بتاعتك، انت انا موسى الثعلب ولا الجزيره ابا؟ فنحن الناس دي يعني بيغذوا فيك يعني وانت طفل حاجات مبهجه جدا يعني احنا عندنا مثلا والدبعوه ده كان عنده، يعني شوف الاسم ذاته والدبعوه، هو يعني زول بيكورك بصوت عالي جدا جدا، عنده حصان كده لما يجي سايقه، شفت السايرين بتاعت الامبيولنس دي هو اعلى منها والله، وبيشاكل وكده وبتاع. فنحن كنا بنستمتع برضه، بنجي وهو راكب زي الكاوبوي كده بنقول له الدبعوه. الغريب الزول ده بيستجيب للاستفزاز طوالي، وزول جعلي كده بالمناسبه. فبنط منه كده. تخزين التفاصيل، انا يبدو لي التدريب ده حصل لانه يعني اليفط بتاعت المحلات التجاريه، الرسومات الفطريه بتاعت الفنانين الرسامين جدا. في الحاجه الثانيه طبعا الناس كلهم بيعرفوها عن مدني، اللي هي المساله بتاعت الموسيقى، والموسيقى دي انا في المناسبه يعني بقت هي الرابط الاساسي لاني اشتغل رسم او فوتوغرافي واشتغل كتابه. والحكايه دي عرفتها يعني المزيكا هي زي الثيم اللي بيحمل لي صور. يعني انا ممكن اسمع لسه الشوق والريد مع ابراهيم الكاشف، انا يعني ما قاعد يعني لما اسمعها ما اظن قاعد اسمعها لانه في شوق وريد، لكن بتذكرني منظر معين كده جنب القسم الاول في مدني، ما اعرف العلاقه شنو، لكن في اللحظه دي بيكون في دكان بتاع ناس الكاري، وفي زول اسمه قله بيلعب كوره ساكن هناك، وعنده اخو اسمه ابو زعبل، وابو زعبل ده بالليل بيغني بدقري. كل الناس دي بيجوا يعني immediately، واذا كان كتابه بتكتبه طوالي يعني بتكون في ستوري طوالي، وبعدين immediately اكروس ستريت في شيخ شاطوط ده مادح وعنده خلوه وكده، الزول لما يشرب البانجو بيجيبوا له، وبعدين بيبقى حوار معاه لانه بيدقوا بالصوت في راسه بحلق له زرعه وبيدقوا بالصوت في راسه، بيقول له عشان الجن يجي مارق. فنحن كنا شهدنا ناس كثيرين جدا دقوهم عشان يطلع الجن ده وبيبقوا كويسين يعني. وكان بيمدح مدايح ما بتشبه المدايح بتاعت ناس اولاد الماحي كده، بيغني لبحر العلوم ودمدني مجاف النوم ودمدني، فهي بتبقى في نتورك اجتماعيه اسمها ودمدني من خلال المدايح، يعني من خلال الغنى، من خلال كده. ها انت الصباح لما تيجي طالع بتلقى لعيبه كوره هم سيلبرتيز في العالم، في السودان يعني. محجوب الله جابوا، بعدين تمشي في الشارع كده بتلقى الله يرحمه رمضان زايد، وامبارح ده كان بيغني في الخرطوم، لكن بالصباح بتلقاه حايم في الحله الجديده في مدني يعني. وزول عادي جدا، بتشوف ابو عركي، بتشوف الى اخره. فغنيه بالاشخاص يعني. الحلفايه دكتور تاج السر برضه بتبادل معاه اسماء شخصيات ظهرت في كتبي زي علي خضره اللي كان بيسوق عربيه بيسوق الباص الكندا ايش،
والكندا دي هو يعني التعشيقه نمره 2 ونمره 4 ديل بيتكلم بخشبه. وبعدين يعني كان انت جاك هو انت ماشي الشغل جا 6 صباحا ما تركب معه، انت انتظر لغايه الساعه 10 اركب الباص بتاع الحلفاء، لانه مش طلع مش المشروع بتاع 10 بتلقى لسه ما وصل الشمال. دون ايفن ثينك انك تركب معه، لكن الزول الماهل وكده بيركب معه. فالحلفاء انا حضرت فيها برضه جزء السنوات الاخيره المرحوم ادريس جماع، وبعدين بمشي بعاين يعني الشخص المهول ده يعني دي اضافه برضه كانت من الاضافات وكده. نحن برضه عشنا جنب في مدني في حاجه مهمه انا حس ذكرتها، اللي هي التعايش بين الناس حتى في الفروقات الدينيه. يعني نحن جيراننا كميه ضخمه جدا من الاقباط يعني، وما كان في مشكله يعني بناكل عندهم ياكلوا عندنا، سودانيين يعني. ويمكن تكون دي في مدرمان في حتات كثير، لكن في مدني از فيري بروناونسد. يعني انا قبل سنتين شقيقتي توفت، فالاقباط جيراننا الزمان جو لي خالد اخوي وقالوا له يا اخي نعيمه دي نحن بالنسبه لنا اخت، واولادنا تربوا جنبها ودرستهم وانتم اهل يعني دارين نعمل لها قداس في الكنيسه. الكلام ده كيف معكم؟ قال لهم ما في مشكله. فشاءت انه كانوا الناس بيقروا بيختموا لها في القران، وكان في الاقباط الكلام ده هسه يعني 2 years ago دقوا الاجراس بتاعتهم وعملوا لها قداس يعني. فدي واحده من الحاجات اللي انا بتخليني يعني يعني كونت الانسان اللي هو انا يعني. اما بالنسبه للذاكره غير الذاكره التشكيليه وكده، انا عندي حبوبتي اسمها حليمه بنت الشيخ، يعني كان عندها ذاكره كده مخيفه. ومن قصصها يعني انا كنت قاعد معاها، هي ذاكره وفراسه. دخل علينا في البيت رجل في منتصف الخمسينات، نحن اطفال، فقامت حبوبتي قالت له انت كنت ماشي مع امك جنب قبه واد كنان، انت بتدخل في قبه واد كنان وبتطلع مع امك. فقامت انا والدتي افتكرت انه حبوبتي دي خرفت، قالت لها يا حليمه يا امي الزول ده انت بتعرفه. فقام الراجل قال لا كلامه صحيح، الكلام ده بالضبط بيكون حصل قبل 50 سنه لما انا عمري 3 سنة. امي كانت بتوديني واد كنان وترجعني وكده. الجزء بتاع الفكره بتاعت الزقلة طبعا دي من اسماء الدكتور عبد الله علي ابراهيم، وصف بها كتاب الدغمسه حقي لما قدمه. وانا حقيقه ما كنت عارف الزقلة دي، لكن من وصفه لها اللي هي الحديث اللي هو بيجي في الونسه بين الناس، اللي هي قبل ظهور التلفزيون وقبل ظهور الحياه دي كلها في المناطق الريفيه في السودان، ويمكن لغايه هسه موجود. بيقعدوا بيحكوا قصص، والحاجه دي استفاد منها كاتب شهير انا بستشهد به دائما اسمه نيكولاي جوجول، روسي، وانا استفدت منه كثير جدا. نيكولاي جوجول كان بيعيد سرد ما سمعه وهو طفل، والحاجه دي طبعا عاوزه هارد درايف. ايوه عاوزه هارد درايف قوي عشان انت تذكر التفاصيل وتعيد كتابتها. وكتب اول كتاب من الاشياء اللي ذكرت انه زمان طبعا العمال الطباعه بيعملوها صف حروف، فيقولوا الصفيفه دول بتاع المطبعه كانوا كل ما يصفوا قصه بيضحكوا باصوات عاليه، يعني ممكن تسمع الطبيعه انت على بعد كذا ميل تسمع مطبعه كامله بتضحك. فسالوه يعني انت القصص دي بتجيبها من وين؟ قال وانا طفل بيجوا ناس سيبيريا ويجوا ناس مش عارف، واللي طبعا عندي في مدينه انا بيجوا ناس من الشرق، وبيجوا ناس من ما بعرف النيل الابيض، وناس بيجوا من سنار، وناس بيجوا من المناقل، وناس بيجوا من كده. كل ناس عندهم قصص، والقصص دي انت مجبر بتسمعها.
يعني بتسمعها كونتينيوسلي. وبعدين الشخوص اللي هم زي ناس حي القطامة، أنا مرات بستخدم نفس الشخصيات بنفس الاسم يعني. وفي شخصيات هسه قاعدة في فرجينيا موجودة في الكتاب ده وموجودة في الدغمسة يعني. يعني مثلا حسن جادين ممكن يكون قاعد في الكتاب، أسير جادين في الكتاب ده. ودي ليتر اون انا طورت الفكره في انه انا حتى الاشياء الناس اللي حوالي الكونتمبرري اللي قاعدين في مواقف small short stories لكن very complicated بدخلهم فيها، واحتمال ما اذكر اسمائهم يعني. وفي النهايه استعدت عن ده كله بزول I developed him اسمه عزو. وعزو ده بقى يشيل مني الهم بتاع، هو كان في الكتب القديمة بيظهر ويختفي، لكن هنا مسك الكتاب كله بقى البطولة المطلقة له، وشال مني الحمل بتاع انه انا اواجه بتضارب به يعني. فشكرا لعزو. ده ما عارف يكون كلام طويل على المدني، لكن هذا ما طيب عشان ناخذ فكرة بس عن أنا في عنده قطعة في حكاية عزو اسمها المشروع الفضائي. أنا بدك اتكلمت مع تاج السير ضربت له بعد ما قريتها. أنا ما قاعد أضحك كثير. صفحة 225 ما قاعد أضحك كثير يعني من طبيعتي كده، لكن أنا قاعد براي في البيت ما معي يجيزه يعني ظليت أضحك زي المجنون. وهي حاجة قصيرة يمكن تكون زي نص صفحة بس، وهي بالإضافة للمفارقات اللي فيها والفكرة الويتي الموجودة فيها، برضو فيها الكلام اللي قلناه عن القدرة على حشد التفاصيل. تاج السير الملك جاب الناس في احتفال في مدني في مناسبة ما يعني أنا بفتكر أنها هي بتتكلم عن نفسها، كلامي عنها لا يجزي عن قراءتها، فحاقرأ لك وهي قصيرة جدا. فعز بقول لي يا أبو السرة، قال لي زمان يا أبو السرة ونحن صغار طلع إعلان عام لأهل مدني إنه في زول من ناس مدني اخترع طيارة وحيعمل تدشين وانطلاق في ميدان الشهداء. هاليوم داك يا زول اتخمخمنا وشلنا معانا كم كيلو موز منجض بموية النار من ثلاجة شقدي وموية في قزازة تربنتين، قالوا بنظف الصدر من البهية. شاققنا بحي 114 وكبر الترعة عينك للسركار يا كتلة عبد الحليم حافظ هديك. لقينا ليك الأعمى شايل المكسر، سبقونا المزيكا شغالين عزف ما خلوا أوعديني بكلمة منك وآخر عهدي به وشال لا 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 لا. جو بهجة وانشراح يا زول، وناس حج دار السلام بالدلاليك، وناس الفنان حسن داكوم عنده فرمالة غدارة غدرت بي كوتني بينارة، وفريق كمال الأجسام ناس جاه الله قالوا بيدعك القرش بيمسح الطرة والكتابة بأصبعينه، وحيدر قطامة ملفلف الأصل في رقبته، ولواري متروس روس